واحد الوقت كنتي كتفيق وعندك طاقة، كتخطط، كتخدم وكتحلم. ودابا حتى الحوايج البسيطة ولات كتجيك ثقيلة. واش تبدلتي ولا كاينه شي حاجة خفية وقعات في دماغك؟ كتفيق الصباح كتشوف التليفون غير دقيقة وكتلقى راسك داز الساعة، كتقول غير اليوم وغدا نبدا، ولكن حتى غدا نفس السيناريو، وكتحس براسك عارف شنو خاصك دير ولكن ما عندكش الطاقة دير حتى أول خطوة. وكتولي تسول راسك مالي، فين مشات الحافزية ديالي؟ إلا حسيتي بهاد الشي راك ماشي بوحدك. أكبر كذبة سمعتيها على الحافزية هي أن خاصك الموتيفاسيون باش تبدا. الحقيقة الحافزية ماشي هي البداية، الحافزية هي النتيجة. دماغك ما كيخدمش بهاد الطريقة. كاين واحد النظام في دماغك مسؤول على التحفيز وكيعتمد على واحد المادة سميتها الدوبامين، ولكن المشكل الناس فاهمينها غلط. الدوبامين ماشي هرمون السعادة، هو هرمون المكافأة، يعني كتفرز ملي كتقرب دير شي حاجة، ماشي ملي كتسنى تحس باش تبدا. معنى آخر ما غتحسش بالحافزية حتى تبدا. دابا السؤال هو إلا كان دماغك خدام بهاد الطريقة علاش ولات الحافزية ضعيفة؟ كاين 3 ديال الحوايج رئيسية هي اللي كتخربق النظام ديالك. واحد، إدمان على التحفيز السريع، فملي كتسكرولي فيديوهات قصيرة أو محتوى سريع دماغك كيولي يتعود على متعة سهلة وسريعة. منين كتجي دير شي حاجة اللي كتطلب مجهود كيقول لك لا هذه صعيبة. 2، المقارنة. كتشوف ناس ناجحين منظمين متفوقين وكتحس براسك متأخر. هاد الإحساس ما كيعطيكش طاقة، بالعكس كينقصها. 3، الإفراط في التفكير. كتفكر بزاف كيفاش نبدا، شنو ندير، واش غننجح، وفي الاخر ما كدير والو، حيت التفكير الزائد كيقتلك الفعل. 4، العادات اليومية. نعاس خايب، تغذية غير متوازنة، عندك فوضى في نهارك. هادشي كامل كيأثر مباشر على الطاقة النفسية ديالك. كاين واحد الحاجة مهمة خاصك تعرفها، ماشي غير انت اللي كتحارب مع الحافزية، راه كاين صراع داخل دماغك ما بين 2 الأصوات. صوت باغي يزيد لقدام، باغي يخدم، باغي يبدل حياته، وصوت واحد آخر كيبغي الراحة، كيبغي السهولة، كيبغي يبقى في المألوف. وهذاك الصوت الثاني كيكون أقوى في الغالب، ماشي حيتاش انت ضعيف، ولكن حيت دماغك مصمم باش يحميك ماشي باش يدفعك للإنجاز. ومن هنا كتدخل في واحد الحلقة خطيرة. ما عندكش الحافزية كتأجل فكتحس بالذنب، كتحس بالذنب فكتهبط الطاقة، وملي كطيح الطاقة الحافزية كتختفي كتر وكتر، وكتبقى داير في هاد الحالة بلا ما تحس. والحل ماشي أنك تقلب على الحافزية، الحل هو أنك تبدأ بلا بها. ما تقولش غنخدم ساعة، قول غير نبدا ب2 دقائق وغادي تشوف البداية هي اللي صعيبة. ما تسناش تحس باش تخدم، خدم وغادي يجيك الإحساس من بعد. حيد المشوشات، خلي البلاصة اللي كتخدم فيها تكون واضحة ونقية. البيئة كتأثر عليك أكثر مما كتصور. إلا بغيتي ترجع الحافزية خاصك تنقص من السكرولين باش دماغك يرجع يحس بالحوايج البسيطة. ما تقولش بغيت ننجح، قول اليوم غندير هاد الحاجة فقط. الحافزية ماشي حاجة كنتسناوها، الحافزية نتيجة ديال أفعال صغيرة كديرها كل نهار. وما خاصكش تكون مثالي، خاصك غير تبدا واخا بخطوة صغيرة. إذا وصلتي لهنا كتب بديت في كومونتير وخلي هذا الفيديو يكون أول خطوة في التغيير ديالك.